بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. أصل مثل دلق القهوة خير. وليه بنربط المثل دوا؟ إن لما تدلق القهوة يبقى فيه خير جاي للمكان أو للي اتدلقت القهوة بتاعته، فضلا وليس أمرا. أولا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وتعالوا مع بعض نتعرف على قصة المثل دوا وانتشر ازاي. الحقيقة إن كان في زمان في أحد القصور كان في خادم اسمه خير، شغال خادم. فهو مرة بيعمل القهوة لأحد الضيوف، اتدلقت القهوة. تمام؟ لا مش كده وبس، ده اتكرر معاه موضوع إن هو كل ما يجي يعمل قهوة، وتكرر الموضوع خاصة بعد ما كبر في السن، إن بيدلق القهوة على طول. فاشتهر اسمه لإيه؟ دالق القهوة، إن هو بيدلق القهوة على طول. بعد كده اتحرفت لإيه؟ دلق القهوة خير. دلق القهوة خير، يعني الناس بدأت تقول إن اللي دلق القهوة هو خير، فاتحرفت بعد كده إلى دلق القهوة خير. ده كان أصل المثل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.